شباب ده الناس الناس كانوا بسيطين. ناس كان بيبوشن، واحد كان بيمشي قدام بقر، وواحد زمان كان بيمشي محل فريق، وواحد زمان تلقاه في المزرعه بتاعه البسيط الزراعه التقليدي. الشباب اللي كانوا في المدارس بدل ما نلقاهم في الجامعات، بدل ما الناس يكونوا مثقفين يجي يفكروا يدونا حاجه بالفكره ويوحدوا الشعب عشان نقدر نشيل الدوله اللي انتم ما دايرينه ده. لا، اثنين بس، محمد حمدان دقله بس جابوا من القارة، جابوا من وين، وجابوا الدنيا كله. الدولة ده زول ما بيخاطر باتجاه معين. الدولة دي دار وحدة، انت ما متوحد معانا نحن ما بتنتصر. زمان هسه في ناس ما انقلبوا للدعم السريع عنه يا اخي الجيش ما بيقدر بينتصر، ننتصر هسه نحن ما منتصرين. انا اي زول لبست كاكو ومشى في داخل المؤسسه بتاعت القوات شكله مصلى عسكري انديانا، هم اللي يتكلموا قالوا يا اخي حتى الحركات الكفاح المسلح الممتازين جيش شفشفهم خلى لنا الحركات الما نافين. ما هو اصلا كده. ها الناس بيمشوا مكان السيني الثقيل يا زول، تمشي مكان فيه شيء ومكان فيه كواري وملاميرس وبتاع وتمشي لك. ها اقسم بالله يا اخي لا لا. قال سمونا الجيش البصل، نحن الجيش البصل. سمونا ما اعرف الجيش اللي بياكل الفيران والكدايس، الجيش اللي بياكل الفيران والكدايس، اي حاجه سمونا. انت عارف انت الجيش ده ما عارفينه حتى في ميدان التدريب يوم التخريج. تمام، القوات الخاصه دي بتاكل لك ارنب دي حي كده، الصخره دي تشت 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 بجبدها حي كده الحمام دي بيجيبوه كده وزت زت زول تمقريشه بقش خشمه بقى مارك بيسوف بشعره كده. الصورة دي بيجيبوا لك الحمام ده بجناحيه كده بس نم 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 بقش لما كده بقى. عشان شنو؟ ده عشان يوم الصعب، عشان يوم الصعب ده انت لازم تمقر. حسن موسى هلال بعد ده يا صاحبي قال لهم اصبروا بس، قال لهم مش دولة التأسيس هاي. يا اخي الناس بيجوا بيقولوا يا اخي هسه انت يوسف موسى هلال مع الجيش. يا اخي قول ما مع الجيش، قول موسى هلال ده براو كده، هو موسى هلال اصلا ما مع الجيش. ده كلام خشم ساكت. قواتها والمسلح ونيل المشتركه لا، قول ما مع الجيش. لكن هو ذاته ما دولة كم 58، نحن كالجيش هاي دولة 56 هاي، يلا هو ودعم سريع دولة 57 هاي، يلا موسى هلال دولة 58 يعملوا كده يجي يتلفوا. هسه موسى هلال ده هو يعني في النهايه يشفشف الشغلانه بتاعت الدوله التاسيسي كله بيجيبوا خط تحته. كان بيسلموا موسى هلال ما نجيت ما بيخاطر مع الجيش بطريقه بتاع الوحم الهسه بيخاطر به الناس الدوله التاسيس. هسه موسى هلال ما زول ذكي، خدت لهم ادي كده قال لهم همت دول ده ناس ما فاهمين. قال لهم خشوا في مكان دمروا الشباب، كلام صح. خشوا في مكان دمروا الشعب، دمروا الدارفور، سرقوا البلد دين، ما بفهموا الكلام ده صح. قال لهم من مفترض تندموا مع الجيش، ترتبوا اموركم وتخلوا ابنائكم الخريجين اللي لسه يا دوب بيتعلموا يستفيدوا من البلد ويخشوا في الدوله يمشي الرجل الثاني دارين شنو في الدوله. من مفترض تنحشروا تحت هنا تحت بس زي ما كانت منحشرين في القصر الجمهوري، في القيادة العامة، في قيادة الأركان، ما أعرف التصنيع الحربي، في أي مكان تنحشر قلبه ساكت كده وسكت بس. يعني أشرب من دور 56 ده الليلة أمشي شوف بيت حميدتي كيف الليلة، وبيت عبد الرحيم دقلة في الخرطوم كانت كيف. من مفترض السكنات اللي انتوا اللي عملتوه والشركات اللي عملتوه والمستشفيات اللي عملتوه ده استفيدوا من الدولة 56 اقعدوا الليل بعد زول كان بسألكم ما في المرحلة دي الحميدتي وصلوا ده في الدولة السودان والله كانت ما في زول كان بيلقوا. ايوه لكن ربك وربك القبع كشحوا المويه وكشحوا الزيت وكشحوا السكر وشلطوه وشالوا برمركوا برا. قال نحن نمشي الدارفور هنجي نعيد تاني ما بتقدروا. تاني شفت مش الان حميدتي آفات يا اخي خرب حتى نحن الدارفورين خرب لنا اي تشانس. كمان ناس فكي جبرين وناس مشتركه فوق لو ماذا هسه الليله تاني نحن كده كدارفوري كده كخرابه كده تاني في الدوله دي انت تقرب تقدر وين؟ ها
هسه الليله انت جاي من دارفور، بس تجي بس تحط لك شعر كده كبير كده، تجي ماشي تقول انا والله يا اخي انا من الدارفور، بخلوك كمان فقيه جبريل وناس شويه مع دول وشويه مع دول، الناس اللي قاعدين في الدوله دي لو ما موجودين انت منو بتبلك؟ هسه الليله في جياشي كده يجي دارفور يجي يقول لكم انا والله يا اخي كانوا كده بقبلها. هسه الدعامه ذاته ابنائنا نحن الموجودين في الجيش، م? الموجودين في الجيش، الموجودين في الجيش الليله لما يجي يقول لكم يا اخي انا ثلاثه من الجيش، تمام، ثلاثه من القوات المسلح، والان انا جيت الراجي لاهلي في دارفور، زي ما ابنائكم الموجودين في داخل الجيش كثير انشقوا. م?